إذن أعزائي المشاهدين، معي الآن مدرب فريق النجوم الأستاذ سعود السلمي. في البداية نبارك لكم حصولكم على أول 3 نقاط. الله يبارك فيك. شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله هذه بداية حسنة، يعني أنت لما تبدأ أول مباراة في أول دوري في خاصة ملعب الدفاع المدني السمعة، فتحس أن أهم شيء 3 نقاط الأولى، فهذه بداية حسنة إن شاء الله، وإن شاء الله المستقبل أحسن. في منتصف الشوط الثاني كان واضح ردة فعل على الحكم على أكثر من بطاقة صفراء، هل كان الحكم أقل من الطموحات؟ لا بالعكس، الحكم ممتاز، وهذه أحيانا تحصل كثير مع المدربين ولا مع الانفعالات هذه، ولكن الحكم ممتاز وما قصر الحمد لله. هو اجتهد ولكل مجتهد نصيبه، ما قصر والله. لكن الأمور هذه تحصل، أخطاء التحكيم ولا أخطاء المدرب ولا أخطاء تحصل من العموم. قد يكون المدرب أنه تنفرز ولا تكلم من زعل، ولا قد مو شرط أنه يكون هو حقيقة كلامه. لكن هذا لا نختلف بأن النجوم قدم في نهاية الشوط الثاني مباراة حلوة، لكن في الشوط الأول سعود السلمي كان راضي عن الفريق أو لا؟ لا والله، حتى الشوط الثاني أنا ما راضي عن الفريق، لأن عندنا ظروف. حتى اللاعبين تأخروا علينا، ما جاوا بدري، حس عندهم ظروف، اللي عنده اختبار واللي عنده كذا ولكن الحمد لله ربي يسرها في الشوط الأول. الشوط الثاني تلفنا نوع من التكتيك عملناه، والحمد لله ربي يسرها إن شاء الله. وأهم شيء 3 نقاط والحمد لله، وبداية حسنة إن شاء الله، وإن شاء الله أنه مباراة هي بداية حسنة، لكن القادم أصعب. أكاديمية نور فعلا، الديدي فعلا. كيف هو مستقبل النجوم؟ والله احنا لنا مواقف مع الديدي قبل كذا اصلا، يعني احنا نعرف الديدي كفريق كبير، ونعرف لاعبين ونعرف مدربين ونعرف كل شيء عنه، يعني الديدي مكشوف اماما ترى. ولكن محمد نور ما قد لعبنا امامه، ولكن ان شاء الله الملعب هو اللي يحكم بيننا وبينهم. واحنا طموحنا مو فوز على الديدي ولا على اكاديميه محمد نور، طموحنا كفريق نجوم الكاس باذن الواحد الاحد. شكرا لك استاذ سعود على اتاحه الفرصه. بارك الله فيكم، اشكركم كلكم، اشكر طاقم الاعلام كله، ولكم الف شكر. السلام عليكم. اذا هذا كان حديث مدرب النجوم الاستاذ سعود السلمي. ربما سنطوي صفحه المباراه الاولى وسننتقل للمباراه الثانيه مع المراسلين هارون عبد المؤمن وعبد الصمد العثمان.